طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنكمل مع بعض شابتر يوزرز اند جروب مانجمنت الجزء الثاني. والنهارده هنتكلم عن الاونرشيب او الملكيه، وهنتكلم عن البرميشنز او الصلاحيات اللي بتبقى على الملف او الدايركتوري. طيب، صلاحيات ايه واونرشيب ايه؟ برضو الدنيا لسه مش واضحه. بالنسبه للاونرشيب فاحنا بنتكلم على ملكيه الملف. يعني مثلا لما نيجي نعمل ملف نسميه مثلا الرحمن بالشكل ده، نيجي نعمل الاسم ونسأل كده بالشكل ده. فانا اقصد هنا الملكيه اللي هي دي ملكيه اليوزر، هو مملوك ليوزر اسمه نانو لان انا عملته باليوزر نانو. خلاص، وهو مملوك للجروب اللي اسمه نانو. نقدر نغير الكلام ده ونخليه مملوك لناس ثانيه؟ ايوه طبعا. ودي البرميشنز اللي انا اقصدها او الصلاحيات اللي بتبقى على الملف. خلاص، هناخد الاوامر اللي تخص الملكيه، وهناخد الاوامر اللي تخص البرميشنز. بالنسبه للملكيه فاحنا بنعتمد على امر اسمه change ownership او change own، دي بالشكل ده. هنتعرف على كل ده دلوقتي. اما بالنسبه للصلاحيات بنعتمد على امر اسمه change mode. بس قبل ما ناخد ده كله محتاجين نعرف شويه مصطلحات مهمه، الا وهي دي. نفرق بين كذا حاجه. احنا عندنا هنا في حاجه اسمها الاونر كلاسيفيكيشن او البرميشن كلاسيفيكيشن، او تصنيف الناس اللي انا بديها ملكيه او بديها صلاحيات على الملف. تصنيفهم ايه؟ عندنا اول حاجه اليوزر عندنا اليوزر والجروب والاذرز. طيب، اليوزر ده اللي هو زي ما عملنا زي المثال اللي عندنا هنا. انا فاتح بيوزر اسمه نانو، جيت عملت ملف فتلقائي اتعمل بنفس الملكيه اتنقلت لليوزر اللي انا فاتح بيه. يعني انا مثلا لو فاتح بيوزر اسمه عبد الرحمن هيبقى الملكيه هنا لعبد الرحمن، والجروب عبد الرحمن. اقدر اغير طبعا، ده هنشوف دلوقتي. ده بالنسبه لاول حاجه الجروب اللي هي دي، اللي هي دي الجروب، دي اليوزر. اما بالنسبه للاذرز وهي مش باينه هنا، بتبان اكتر في البرميشنز مش في الاونر شيب او الملكيه. الاذرز دول لا هو اليوزر اللي عمل الملف، ولا هو جروب واخد صلاحيات على الملف، فبيبقى اسمه الاذر. ساعات يعني واحد مثلا مش هو اللي عامل الملف، ومش في الجروب اللي ليه صلاحيات على الملف، فبضطر ان انا اديله صلاحيات معينه علشان خاطر يقدر ياكسس الملف. هنفهم ده قدام، يعني هنفهم ده كمان شويه. طيب، عندنا دي بس محتاجين نفرق ايه في بين الثلاثه دول، اليوزر والجروب والاذرز. تاني حاجه محتاجين برضو ان احنا نفهمها حته البرميشنز نفسها كنظر. يعني بتكلم نظر لحد دلوقتي ما عملش حاجه. ايه هي البرميشنز؟ عندنا ثلاث صلاحيات اللي هم الريد والرايت والاكسكيوت، او القرايه والكتابه والتنفيذ. طيب، بيختلفوا من الفولدر او الدايركتوري عن الفايل او الملف العادي. يعني الملف النصي بيختلف عن الفولدر في الصلاحيات. طبعا بيختلف. طب بيختلف في ايه؟ يعني لو جينا مثلا نتكلم على الملف اولا. يعني الريد دي معناها ايه؟ مع ان انا اقدر اشوف محتوى الملف. اجي اعمل له مثلا كات بالشكل ده، كات مثلا فايل. طبعا الملف ما فيهوش حاجه، فاضي، فمش هيجيب حاجه. واقدر ان انا اشوف المحتوى بتاعه. ده بالنسبه لصلاحيات الريد. ده بالنسبه لصلاحيات الرايت، ان انا اقدر اعدل على الملف. يعني ايه اعدل على الملف؟ يعني مثلا خلينا نقول ان الملف ده فايل ده مكتوب في حاجه معينه، اروح داخل كاتب في اي حاجه بالشكل ده، واروح معدله ومسيف واجي اشوف المحتوى. خلاص، انا عدلت المحتوى اهو، المحتوى اتغير. انا كده خدت صلاحيات رايت على الملف. تمام. طيب، او ان انا اقدر احذف الملف. يعني انا لو جيت عملت ريموف فايل كده بالشكل ده، خلاص انا كده واخد صلاحيات الرايت. طب بالنسبه لصلاحيات الاكسكيوت، انا بتكلم على مستوى الملف دلوقتي. بالنسبه لصلاحيات الاكسكيوت بتتمثل في ايه يعني، او بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بالنسبه للفايل، في حاله ان الملف بتاعي سكريبت. بمعنى ان انا تعال ناخد مثال بسيط. مثلا نيجي نعمل ملف اسمه فايل. تقريبا كانت بتبقى بالشكل ده. هشرح كل ده دلوقتي، ثواني. نيجي نعمل كده ونكتب باش. طب ماشي، انا كتبت الامر غلط تقريبا. ثواني، تقريبا العكس. بالشكل ده. نيجي نعمل باش فايل
راح عارض لي الملفات اللي عندي. طيب انا عملت ايه؟ تعالى بس نعمل كده. طيب انا عملت ايه بالنسبه لدي؟ دي حاجه اسمها شي بانج، بتتكتب لو انا هكتب سكريبت بالباش سكريبت. يعني انا لو هعمل برنامج بالباش سكريبت بروح كاتب دي علشان السيستم يعرف ان انا بكتب بالباش سكريبت. ما علينا من ده كله، مش ده اللي اقصده. اللي اقصده ايه هنا؟ اللي اقصده لو جينا رحنا عملنا هنا مثلا تشينج مود ماينس اكس فايل كده، وجينا عملنا ال اس، هنلاقي الفايل ده اخضر، مش ملف نص عادي، مبقاش ابيض بالشكل ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الملف ده اكسكيوتابل. يعني اكسكيوتابل يعني بقى برنامج. يعني انا كتبت جواه، مع اللي قلنا بالنص ده، انا كتبت جواه ال اس ده بيعمل ايه؟ بيعمل ليست للفايلات اللي عندي. طب تعالى من غير ما اكتب الاس، اروح مثلا كاتب باش وكاتب بعدها الفايل، هيروح عارض لي الملفين اللي عندي. طب هو عرضهم ازاي؟ عن طريق ان انا كتبت جواه الاس، فهو بقى اتحول لبرنامج. خلاصه الامر يعني ان اللي اقصد ان انا اقوله ان الاكس دي او الاكسكيوت دي معناها ان انا لو الملف ده برنامج اقدر ان انا اشغل البرنامج ده. لو الملف ده برنامج بينفذ حاجات معينه ايا كان ايه هي، يعني زي المثال اللي خدناه، اقدر ان انا اشغله. يبقى احنا عندنا دي اقرا محتويات الملف عن اللي هي الريد، يعني عندنا الرايت معناه ان انا اعدل على الملف او احذفه، وعندنا الاكس لو عندي سكريبت او برنامج اقدر ان انا انفذ البرنامج ده او اقدر ان انا اشغله. طيب الامر بيختلف بالنسبه، يعني الصلاحيات دي بتختلف بالنسبه للدايركتوري شويه. يعني الريد في الدايركتوري هو بقى مش ملف، مش هروح اعمل له كات واشوف اللي جواه، ولكن هو جواه حاجات، بس مش جواه تكستات، جواه ملفات بقى ايا كان. ففكره ان انا اجي اروح اعمل له مثلا ايه، اجي على فولدر مثلا واروح كاتب له ال اس ماينس ال اي واكتب اسم الفولدر. طبعا مفيش فولدر هنا، يعني نعمل فولدر عادي مفيش مشكله. ميك داير فولدر، هو اسمه داير طبعا، مش يعني المفروض فولدر ده حرام اقولها باللينكس اصلا، مش عارف بقولها ليه. ما علينا. ان انا اعمل ال اس ماينس ال ايه على داير دي كده، انا واخد صلاحيات الايه؟ الريد، ان انا اقدر اشوف ال الداير ده او الدايركتوري ده جواه ايه، الملفات اللي جواه دي شكلها ايه. ده بالنسبه لصلاحيات الريد. طب بالنسبه لصلاحيات الرايت، معناها ان انا اقدر احذف ملف جوه الفولدر ده، او ان انا اعمل له رينيم، او ان انا مثلا اروح واخد ملفات ناقلها من الفولدر ده لفولدر تاني، او انقل ملفات من الفولدر بره مثلا اجيبه جوه الفولدر بتاعي ده او الدايركتوري بتاعي ده بالشكل ده يعني. طيب بالنسبه للاكسكيوت، بالنسبه للفولدر، هو الفولدر مش برنامج، فازاي بيطبق عليه صلاحيات الاكسكيوت؟ هي دي معناها ان اقدر ادخل على الملف واوصل الملفات اللي جواه، و اقدر ان انا اشغل البرامج اللي جوه الملف. يعني هو يعني مش معناه ان انا ادخل مثلا اشغل الفولدر كبرنامج، معناه ان مثلا لو في اقدر لو في مثلا ملفات جوه او برامج جوه الدايركتوري ده او الفولدر ده، اقدر ان انا ادخل وانفذ اشغل السكريبتات اللي جواه، اقدر ان انا ادخل اعدل فيها، اعمل اي حاجه، اتعامل معاها كبرامج ايا كان يعني. يعني هي تفصيله برضو مش ايه، الاكسكيوت بالنسبه للدايركتوري مش اهم حاجه، مش زي الفايل، هي طبعا مهمه ولكن مش زي الفايل. طيب في حاجات كده يعني سيبنا من اللي تحت ده هنشرحه على التيرمينال هنا، ولكن في يعني محتاجين نفهم دي. احنا لما بنيجي نعدل الصلاحيات بالتشينج مود اللي احنا شفناها من شويه، بنعدلها عن طريق طريقتين. طيب ايه هي الطريقتين؟ الطريقه الاولى اللي هي السيمبوليك، اللي هي دي سيمبوليك، يعني بالحروف ريد رايت اكسكيوت. يعني ايه برضو؟ يعني زي ما انت شايف هنا كده ريد مثلا، خلينا اعمل مثلا بس كده عشان دي تبقى اوضح. شايف هنا دي السيمبوليك ريد رايت اكسكيوت، نفس الكلام هنا اكسكيوت ريد كده بالشكل ده، واقدر ان انا انفذها عن طريق الارقام، اسمها نيوميريك. يعني ايه نيوميريك؟ يعني بالارقام. يعني انا مثلا لو جيت كتبت له وانا بعدل الصلاحيات، ما كتبتلوش ار، كتبت له 4، الاربعه ار بتساوي 4، والرايت بتساوي 2، والاكسكيوت بتساوي 1، وفي قيم تانية يعني هناخد امرين تانيين. يعني الاس يو اي دي بتساوي 4، والاس جي اي دي بتساوي 2 تقريبا. عندها حاجه اسمها الستيك بت بتساوي 1. هنيجي لكل ده قدام، ولكن اللي عايز ان انت تفهمه ان اقدر اعدل بالطريقه السيمبوليك، واقدر ان انا اعدل بالطريقه النيوميريك. انا بشرح الكلام النظري ده ليه في الاول؟ بشرحه علشان لما اجي انفذ الاوامر ده او اشرحها ما تبقاش مستغرب. طيب هل انا مثلا
عايز ادي يوزر مثلا صلاحيات الريد والرايت والاكسكيوت، بعملها ازاي؟ بروح مديله 7. يعني هو هنا مكتوب اهي، او ريد رايت اكسكيوت 4 زائد 2 زائد 1 بتساوي 7. طب عايز اديله ريد مثلا هنا كده، عايز اديله ريد واكسكيوت 4 زائد 1 4، 1 بيساوي 5. عايز اديله ريد ورايت 4 و2 6. الموضوع بسيط خالص. طيب ده المفروض الجزء ده الفايل بيرميشن ده، المفروض السطر ده بيشرح ايه؟ بيشرح السطر اللي بيعرض الملكيه وبيعرض الصلاحيات والكلام ده كله. طيب ممكن نيجي هنا نشرح على التيرمينال زي ماشي. هنا خلينا مثلا نعمل ls لداير، او عايزين يدينا شويه معلومات ls ماينس ال داير كده في سؤال. لا 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 ماشي، سيبنا من اللي فوق ده، خلينا هنا يعني. لو جينا هنا عند داير دي، عند داير دي السطر ده كده، هو السطر ده هو السطر ده ولكن باختلاف التفاصيل يعني. لو جينا عند داير دي هنلاقي اول حاجه مكتوبه، هنلاقي كلمه دي اللي هو دايركتوري. ده داير، ده دايركتوري، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. وعندنا الريد والرايت والاكسكيوت ده بالنسبه لليوزر. دول اول 3 دول بالنسبه لليوزر. يعني شايف الهايفن، ثواني، شايف الهايفن دي؟ الهايفن الواحده بتمثل خانه. يعني دي هايفن ومحجوزه للريد، ودي هايفن محجوزه للرايت، ودي هايفن محجوزه للاكسكيوت. دول اول 3 دول بالنسبه لايه؟ لليوزر. طيب عندنا هنا بالنسبه للجروب، عندك هنا الريد الرايت الاكسكيوت. هتقول لي طب ما هو مش مكتوب رايت في النص. اقول لك علشان الجروب هنا مش واخد صلاحيات الرايت، فبيحطوا مكانها شرطه، او يعني احنا بنقول شرطه يعني، ولكن هي هايفن او داش او ماينس يعني ايا كان. خلاص هنيجي دول يعني الثلاث خانات دول محجوزين للجروب. طيب لو هنيجي بالنسبه للاذرز هنلاقي ريد رايت، الرايت برضو محذوفه مش واخد صلاحيات الرايت. اكسكيوت، الاكسكيوت هي ايه؟ واخد صلاحيه الاكسكيوت. طيب نيجي هنا هنكمل على نفس السطر، هنيجي للملكيه ونفس الكلام هنا مشروح هنا برضو عشان خاطر ايه ما تتلخبطش قوي يعني. لو حبيت تبص هنا عادي يعني، ممكن توقف الفيديو وتبص هنا براحتك عادي، ما فيش اي مشكله. انا بس بحاول ان انا افهمك بكل الطرق يعني. هنا دول خاصين بالملكيه. جميل. لو جينا هنا هنلاقي نانو ده اليوزر المالك، وده نانو ده الجروب المالك. خلاص. وهنلاقي هنا السايز او الحجم الملف. هنلاقي هنا جون 29 الساعة 12:55 دقيقة، احنا الظهر فعلا دلوقتي، انا بسجل الظهر. فده التاريخ ان الملف ده اتعمل يوم 29/6 الساعة 12:55 دقيقة. وفي الاخر هتلاقي اسم الدايركتوري. طب بالنسبة للفايل الدنيا بتختلف؟ لا خالص، عادي، التاريخ هو اهو، الملكية هي عادي، مفيش اي حاجة. هنلاقي هنا محطوط هايفن. ليه محطوط هايفن؟ لان ده مش دايركتوري، فدي اتحذفت. بعدين واخد ريد رايت اكسكيوت. بالنسبه للجروب، الجروب واخد ريد واكسكيوت بس، ريد واكسكيوت بس. وبالنسبه للاثرز واخدين ريد واكسكيوت بس. طيب ده بالنسبه لي برضو الشرح النظري. انا حبيت ان انا اشرحه في الاول عشان الدنيا تبقى سهله بالنسبه لك، ما تتلخبطش. ممكن يبقى في حاجه انا ناسيها يعني. هو ده جايب ريل اكزامبل، هو ده هنا شرح في التيرمينال برضه اهو. يعني نفس الكلام برضه، ريد رايت اكسكيوت مش عارف ايه، اليوزر الجروب السايز التاريخ اسم الملف. فخلاص احنا مش محتاجين الصوره دي تاني. انا كنت محتاج اشرح الجزء النظري ده في الاول. فخلينا نبتدي بجزئيه الملكيه. هنبتدي بالملكيه. احنا عندنا الملكيه وعندنا البرميشنز او الملكيه اللهم صل على النبي ايه الصلاحيات. فطيب نطبق ده عمل ازاي؟ خلينا يا عم نحذف كل ريموت ماينس ار اف، نحذف كل ده مش محتاجينه دلوقتي، نطبق من اول وجديد. طيب انا دلوقتي لو جيت عملت تاتش نيو فايل، خلاص انا كده عملت ملف جديد عادي يعني. جيت عملت ls ماينس ال دي الديفولت بيرميشنز اللي بتيجي معاه اهي. دي الديفولت بيرميشنز. احنا مش هنتكلم على البرميشنز يعني، بس انا قلت اقولها. احنا شغلنا يعني اللي هنتكلم عليه دلوقتي هنا الجزئيه دي، ازاي ان انا اقدر اغير الملكيه دي.
يعني ازاي ان انا اقدر هو خلاص بشكل تلقائي نانو هو اليوزر المالك ونانو هو الجروب المالك. ازاي بغيرها؟ عن طريق ان انا بكتب change own بالشكل ده. بكتب الاول اسم اليوزر، يعني خلينا نقول مثلا ان انا عايز نيو فايل ده ادي الملكيه بتاعته لليوزر اللي اسمه عبد الرحمن مثلا، اروح كاتب عبد الرحمن كده بالشكل ده. ده اسم اليوزر بيتكتب الاول، وبروح كاتب دبل دوت والجروب. خلينا نسيب الجروب زي ما هو يعني، ولا بلاش يعني، خلينا مثلا نخلي الجروب المالك، احنا نغير اليوزر والجروب نخليه اي تي، ونروح جايين على نيو فايل دي دايسين كده انتر. طبعا قال لي اوبريشن نوت بيرميتد. طب ليه؟ لان انا مش مسموح لي استخدم اللي تشينج اون من غير السودو. لو جيت عملت السودو طبعا كده يوزر فور نانو مش هيجيب اي ايرور. تعالى نشوف تتوقع ايه بقى. اها، لو جينا هنا هنلاقي ان نانو دي بقت عبد الرحمن، ونانو اللي هي الجروب بقت اي تي. في حاجه اتغيرت في الصلاحيات؟ لا مفيش حاجه اتغيرت، هي بس ملكيه الفايل هي اللي اتغيرت. طب تعال نطبق الكلام ده بالنسبه لايه، لدايركتوري مثلا. تعال نعمل ميك داير ونسميه مثلا دايركتوري خلاص، وتعالى ننفذ نفس الامر ده على دايركتوري. ولا اقول لك قبلها انا هوريك الصلاحيات الاول. شايف دايركتوري دي اهو اليوزر نانو وجروب نانو. تعالى نقول له تشينج اوين ماينس ار. اقول يعني ايه دلوقتي؟ عبد الرحمن. طبعا هيقول لي بيرميشن نوت بيرميتد دلوقتي، بس هنكتب سودو بعدين، ونروح مدينا مثلا للاي تي ونكتب له دايركتوري. جيب يا عم ايرور. ماشي تمام. آه ماشي. الاس ماينس ال ايه اتغيرت. عبد الرحمن دي بقت اليوزر اللي اسمه نانو المالك بقى اسمه عبد الرحمن، والجروب المالك بقى اسمه اي تي. طيب الماينس ار اللي انا يا راحت فين؟ الماينس ار اللي انا كتبتها دي ايه؟ دي ريكيرسيف، واحنا شفناها كذا مره قبل كده. ايه الريكيرسيف دي؟ لان الدايركتوري ده وارد يبقى جواه ملفات، يعني انت ما بتغيرش ملكيه الدايركتوري من بره بس، وارد الدايركتوري ده من جوه يبقى جواه ملفات. فانا عايز اعمل انهيرتنج او عايز اعمل توريث، يعني بحيث ان ايه، شايف الدايركتوري ده بيرنت، عايز الملفات اللي تشايلد اللي تبقى جواه كلها تاخد نفس الايه، الاونر شيب دي. خلاص طيب نيجي مثلا، طيب ماذا لو انا مثلا عايز ايه؟ عايز اغير اليوزر بس. يعني مثلا لو جينا هنا لو جينا هنا بالنسبه لده، انا غيرت اليوزر وغيرت الجروب، هل انا لازم اعمل كده؟ لا طبعا مش لازم تعمل كده، تقدر تغير اليوزر بس عادي عادي. طيب ازاي ان انا اقدر اعمل كده؟ اكتب سودو تشينج اون تشينج كده، وتروح مثلا مرجع. تعال نرجع لنا تاني كده. خدت بالك من حاجه؟ انا الخانه بتاع الجروب سايبها فاضيه، فنروح جنبين كده، نيجي نعمل ال اس ماينس ال ايه، ده الدايركتوري. خلينا بس ثواني، ال اس ماينس ال ايه نيو فايل عشان الدنيا تبقى اوضح. طيب لو جيت هنا هتلاقي ان هو راح مغير انا ما اعرفش غير ملكيه الجروب ليه، انا ما غيرتهاش. ثواني تشينج اون نانو، وفي غلطه ما انا مش مجمعها. ال اس ماينس ال ايه نيو فايل. طب تشينج. تعالوا نجرب ان احنا نغير الجروب بس. نعملها ازاي؟ هنروح جايبين، مش هنكتب خانة اليوزر، وهنروح جايين هنا ونكتب له مثلا اي تي على النيو فايل ده. نديله بس صفحة السطور، مش عارف انسى اكتبها ليه، الاس ماينس ال ايه. بص انا كده غيرت الجروب اونر شيب، ولكن ما غيرتش اليوزر. يعني اليوزر فضلت زي ما هي كانت هنا نانو، وهنا كانت نانو عادي. ده اليوزر وده الجروب. حاولت ان انا اغير الايه، الجروب، ملكيه الجروب، عن طريق ان انا ما كتبتش الخانه بتاع اليوزر، ورحت مكمل وكاتب الجروب مره واحده، فراح مغير ملكيه الجروب. اما اليوزر فضلت زي ما هي. انما انا لما غيرت اليوزر مش عارف اغير الجروب معاه ليه الحقيقه يعني، المفروض ما تتغيرش يعني. خلينا بس نجرب مره كمان. تشينج اون الرحمن بالشكل ده، او ممكن عشان بكتب دبل دوت تقريبا، خلينا مثلا نكتبها من غير كده نيو فايل الاس ماينس ايه اهو. اتغيرت بقت عبد الرحمن، بس الغلطه اللي انا عملتها ايه؟ ان انا كنت بكتب بالشكل ده كده، ان انا كنت بكتب كده، المفروض ما تكتبش دي. خلاص
يعني لو عايز مثلا، لو عايز اغير لو عايز اغير اليوزر والجروب بروح كاتب الامر. تمام. طبعا بتستخدم صلاحيات السودو، اتكلمنا عن الموضوع ده المره اللي فاتت. تكتب اسم اليوزر دبل دوت وبعدين اسم الجروب وبعدين اسم الفايل. طب ماذا لو انا عايز اغير اليوزر بس؟ بروح كاتب اسم اليوزر بس بالشكل ده. لو عايز اغير اسم الجروب بس بروح عامل ايه؟ بروح جاي كده وكاتب له الدبل دوت وبعديها اسم الجروب. لو جيت ادوس انتر كده، طبعا مفيش جروب اسمه عبد الرحمن فمش مشكله يعني. خلاص ده بالنسبه للتشينج اون او بالنسبه للملكيه. طيب اقدر اغير ملكيه الجروب بامر تاني؟ يعني في امر متخصص في تغيير ملكيه الجروب مش اليوزر غير التشينج اون؟ في امر اسمه تشينج يو ار بي كده بالشكل ده. يعني احنا مثلا لو جينا عملنا ليس ماينس ال اي نيو فايل، لقينا ان نيو فايل ده مملوك لجروب اسمه اي تي. طيب احنا عايزين نغيرها، هنعملها بس ده بالنسبه للجروب بس. خلاص. طيب نروح عاملينها مثلا، مش عارف هينفع ولا لا، ويل نيو فايل. احنا كده غيرنا، احنا ما كتبناش غير اسم الجروب، او كتبنا الامر اللي هو تشينج جروب وكتبنا اسم الجروب وكتبنا اسم الفايل اللي عايزين نطبق عليه كده. ما اداش ايرور، كويس. هنلاقي هنا اتغير لويل. طيب عايز ارجعه تاني، تشينج جي ار بي مثلا، نرجعه ل اي تي دي تاني، نيو فايل، الاسم هنسال ايه؟ لنيو فايل. هنيجي هنا هنلاقيه ان هو رجع لاي تي. طيب ده بالنسبه للاونر شيب. وعلشان برضو تبقى مستوعب الدنيا، يعني علشان لو انت بتحاول ان انت تربط الشرح بيئه العمل، او ان انت لما تروح تشتغل في شركه والكلام ده، الموضوع يعني متشابه في ايه. انا لما اجي اقول مثلا، دي نقطة برضو يعني هي مش تكنيكال بس انا حابب انها فاهمها لك يعني. دي بتبقى ملكية اليوزر. يعني احنا مثلا احنا قلنا ان احنا كل يوزر عنده هوم دايركتوري بتاعه عامل زي الديسكتوب بتاعه كده، ما حدش يقدر يدخل عليه، ما حدش يقدر يعدل له ملفاته او يبوظ له اي حاجة. فدي بالنسبة لملكية اليوزر مفهومة، حاجة بتاعتي انا. اما الجروب ده يعني ايه برضو ملكية الجروب؟ يعني مش فاهم. ملكية الجروب دي يعني مثلا انا عندي شير فايل، او عندي شير فولدر مثلا، عندي فولدر بيتشير عليه ملفات معينه، ملفات اكسل بتاع المحاسبين مثلا، او ملفات اكسل بتاع الناس اللي بتشتغل في السيلز والكلام ده. ليه مثلا بتاع الاي تي يدخل عليه؟ او بلاش بتاع الاي تي، ليه مثلا بتاع الاتش ار يدخل عليه؟ فالاي الجروب دي ملكيه الجروب. اقصد مثلا ان انا يبقى عندي مثلا 20 يوزر مجمعهم في جروب اسمه مثلا السيلز، ومدي الصلاحيات بتاع مدي صلاحيات الملف ده. يعني مثلا عندي ملف عنده جروب اسمه سيلز فيه 20 يوزر، عامل له فايل ومدي صلاحيات الفايل دي لل 20 يوزر بس، علشان دول يبقى لهم صلاحيه انهم يدخل عليه، مش اي جروب يدخل عليه. فانا هنا بتكلم اقصد صلاحيات الجروب. انما صلاحيات الاذرز زي ما قلنا، صلاحيات الاذرز دي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن واحد لا هو في الجروب ولا هو المالك للملف. يعني مثلا عندي يوزر، مثلا يعني عنده يوزر على الجروب اسمه، على الجهاز اسمه علي. علي ده مش هو مثلا اللي انشأ ملف اسمه نيو فايل اللي هو عمالين نشتغل عليه ده، ولا هو في الجروب مثلا بتاع السيلز اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى ده يتحسب من الاذرز. لا هو مالك للملف ولا هو جروب. انا بعيد كلام كتير انا عارف، ولكن بحاول ان انا ابسط المعلومه بكل الاشكال. لو هنيجي نتكلم بقى على جزئيه، احنا خلاص اتكلمنا عن جزئيه الاونر شيب او الملكيه. نيجي بقى نتكلم على جزئيه البرميشنز او الصلاحيات، او آم، الجزء ده اللي هو ده ازاي نغير الصلاحيات دي، وازاي ان انا ما اديش الصلاحيات اللي انا قلت عليها ان انا بقى شرحناها فوق هنا، ان انا ما اخليش حد مثلا يلعب في الملف بحيث ان هو يحذفه او يعدل فيه، او ينقل الملف في حته، او ايا كان الحاجه اللي ممكن تتعمل. احنا قلنا ان انا بغيرها بطريقتين، السيمبوليك اللي هي الريد ورايت والاكسكيوت، والطريقه اللي هي نيوميريك. تعالى نشوف الطريقه مثلا اللي هي نيوميريك او الارقام. مثلا لو جينا قلنا هنا سودو تشينج مود، احنا بنعتمد على تشينج اون وتشينج مود. في الشابتر ده التشينج اون بتاع الملكيه، اما التشينج مود بتاع الصلاحيات. لو عايز مثلا ادي صلاحيات مطلقه على الملف، يعني اخلي الناس كلها لها ريد رايت اكسكيوت، تفتكر اعملها ازاي؟ والله هي كوني ادي صلاحيات لحد دي مش حاجه صح يعني، ولكن انا عايز اديك مثال واضح يعني.
احنا عندنا ريد بيساوي 4، رايت 2، الاكسكيوت 1، اذا كلهم بيساووا 7. بل 7 ده بالنسبه لايه؟ 7 ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لليوزر الواحد. يعني مثلا السبعه دي فهي صلاحيات كامله لليوزر، والسبعه دي صلاحيات كامله للجروب، والسبعه دي صلاحيات كامله للاذر. جيت دوست انتر كده، طبعا هيطلب ايه؟ هيطلب صلاحيات السودو. نيجي هنا على الملف، الملف بتاعنا اهو، هتلاقيه الدنيا زحمه هنا، هتلاقيه واخد ريد رايت اكسكيوت، ريد رايت اكسكيوت، ريد رايت اكسكيوت. طبعا مفيش يعني ده مش موجود على ارض الواقع، الموضوع ما بيبقاش سبهلله كده يعني للدرجه دي، ولكن عشان تشوف الفرق بين مثلا حاجه زي كده وحاجه زي كده. طبعا الهايفن الاولاني دي عشان ده فايل مش دايركتوري. طيب لونه اخضر كده ليه الملف؟ الملف لونه اخضر كده ليه؟ علشان خاطر انا اديته صلاحيات الاكس اللي هي دي، اللي هي دي. فالاكس دي معناها اكسكيوت، ودي بتشتغل بالنسبه للفايلات، يعني انا بتكلم على الفايلات مش الدايركتوري. بتشتغل على البرامج. يعني مثلا الملف ده دلوقتي مبقاش ملف نصي، بقى ايه؟ بقى برنامج. ما دام لونه اخضر كده ليه؟ علشان اديته صلاحيات الاكس او صلاحيات الاكسكيوشن. صلاحيات الاكسكيوشن دي بديها للملف لما ابقى عايز اشغله كبرنامج. خلاص، علشان كده ده يعني السبب اللي خلى شكل الملف اخضر. طيب انا اقدر لازم اديها سبعات يعني؟ لا، يعني ممكن اجي اغير الدنيا لو عايز كل الناس مثلا تاخد صلاحيات ريد بس، ان هم يقراوا بس الملف، ما ما ي... ما, ما يقر... يقراوا الملف، ما يكتبوش فيه او يعدلوا عليه او يعملوا اكسكيوت. احنا عندنا الريد بتساوي 4، اروح مديله 3 4 بالشكل ده، الاس ماينس ال اي نيو فايل. هتلاقي الملف رجع ابيض تاني. ليه؟ لان انا خدت منه صلاحيات الاكس. انت شايف هنا اكس؟ لا، ريد ريد ريد، التلاته ريد. خلاص. طيب وانا لازم التلاته اللي هم اليوزر والجروب والاذرز يبقوا زي بعض؟ يعني لازم اقول له 3 7 3 4؟ لا، يعني مش لازم خالص. يعني مثلا عايز ادي اليوزر صلاحيات مطلقه 7، يعني يعمل اللي هو عايزه، ريد رايت اكسكيوت. وعايز اخلي مثلا الجروب يقرا بس، اقول له يبقى ده 4. خد بالك ان دي خانات مترتبه يعني بتتكتب بالترتيب. خلاص. طيب وعايز مثلا الاذرز يبقى يبقى ليه صلاحيه ان هو يقرا بس، برضه خليها 7 4. طيب الاس ماينس ال اي نيو فايل. هنيجي هنا هتلاقي ان اليوزر واخد ريد رايت اكسكيوت، وهنيجي عند جروب هنلاقيه واخد ريد بس 4 بس، واخد 4. ودي فاضيه ودي فاضيه. اما الاذر نفس الكلام، واخد ريد بس. طب لو عايز اديهم كلهم مثلا، لو عايز اخليهم يا عم يقراوا ويعدلوا، ما يشغلوش كبرنامج، يعملوها ازاي؟ هنضيف واحد مش واحد، هنخليها ستات بقى. يعني مثلا ايه، احنا عندنا هنا دي ريد باربعة والريد باتنين، يبقى ستة. في خانة الجروب وخانة الأزر هيبقى ايه؟ ستتين. الاس ماينس ال يا عم نيو فايل بالشكل ده كده. موضوع بسيط خالص والله. هنلاقي ريد رايت اكسكيوت، وده بقى ريد رايت ريد رايت. موضوع بسيط ولذيذ ما فيهوش اي مشكله. طيب لو عايز ان انا يعني مثلا، ما تخلينا يعني مش هنمسح. شايف الصلاحيات دي؟ طبعا هو رجع اخضر تاني عشان واخد صلاحيات اكسكيوشن بالنسبه لليوزر. طيب احنا عايزين نسحب الصلاحيات دي كلها من الفايل، مش عايز حد ياخد اي صلاحيات. اعملها ازاي؟ اعملها كده تشينج مود كده بالشكل ده كده، واروح قايل له ار او ايه ماينس ار كده بالشكل ده، وراح قايل له اسم الفايل بعديها، وتدوس انتر. نيجي نعمل ال اس ماينس ال اي نيو فايل. بص كده هتلاقي ان هو الصلاحيات هو ده مش ده اللي انا اقصده. ثواني 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 ثواني. سودو تشينج مود صفر 3 صفار نيو فايل. دي كده انا بسحب الصلاحيات من ايه؟ من كله. اس نيو فايل. خلاص ده اللي اقصده يعني، ان انا كده خلاص سحبت منه، سحبت الصلاحيات. ماذا لو انا عايز ادي صلاحيات كلها ريد رايت اكسكيوت لليوزر وللجروب للاذرز؟ اعملها ازاي؟ تتعمل كده سودو تشينج مود، تشينج مود كده، واروح قايل له ايه
بلس ار واديله اسم الملف. تيجي تعمل ايه الاس ماينس ال ايه، بص كده، بص هتلاقيه واخد ايه، لا ايه ده، في غلطه، انا ما في غلطه. اه معلش هي ال A بلس ار دي مش معناها ان انا ادي صلاحيات كامله للملف. هي ال A معناها ان انا اذا كاني بعمل سيلكت اول كده خلاص، انما انا جيت هنا كتبت ريد بس، فطبيعي هيديله صلاحيات ريد بس. ممكن نيجي هنا مثلا نقول له نعمل كده الاس ماينس ال A، هتلاقيه واخد كل الصلاحيات لكل اليوزرز. فانت دي طريقه طبعا سيمبوليك مش نيوميريك. احنا النيوميريك خلاص اتعلمناه ان انا بروح كاتب له كده مثلا كلهم ريد ورايت مثلا، او مثلا لو عايز اسحب، لو عايز ادون كل الصلاحيات بكتب 3 سبعات، او لو عايز اسحب الصلاحيات بكتب 3 اصفار. خلاص دي الطريقه النيوميريك. اما الطريقه السيمبوليك اللي احنا بنتكلم عليها ان انا لو بتكلم على مستوى اليوزر والجروب والاذرز عايز اديهم كل الصلاحيات، بروح جاي كاتب لهم ايه بلس ايه دي اللي هي سيلكت اول، يعني ريد رايت اكسكيوت وبعدين اسم الملف. احنا كده كده عاملينها يعني. طب ماذا لو انا عايز اسحب منهم الصلاحيات دي كلها، بديله ماينس مش زائد، بروح جاي عامل كده، بص مش واخد اي صلاحيات. طب عايز ارجع لهم تاني، عايز اوريك الفرق برضو يعني. الاس ماينس ال اي نيو فايل، تلاقيهم خدوا كل الصلاحيات. شوف موضوع لذيذ وجميل وبسيط. طيب انا يا عم مش عايز اعمل كده، يعني مش عايز اعمل كده، خلينا يا عم نسحب منهم كل الصلاحيات كده تاني، نشتغل على نضيف عشان نطبق حاجات جديده. انا مثلا عايز ادي ل لليوزر اديله صلاحيات الريد والرايت مثلا، ما اديش لحد تاني. دي طريقه سيمبوليك اهي، انا مش بتكلم نيوميريك. هتروح محدد له يوزر، الاي دي كانت ريفيرز للايه، لليوزر وللجروب وللاذرز. هنا اليوزر بس، زود له او اديله صلاحيات الريد والرايت، اديله واحده ال اس ماينس ال ايه كده بالشكل ده، هتلاقينا خد ريد ورايت. شوف الموضوع جميل. طيب يا عم زود كمان الجروب، اديله ريد ورايت. الجروب هتروح طبعا يو معناها يوزر، الجي معناها جروب، الاو معناها اذرز. احنا خلينا نجربها بالنسبه للجروب. نيجي نقول له مثلا الشكل ده كده، هتلاقيهم خدوا برضو ريد ورايت. الدنيا جميل. طب عايز اسحبها من اليوزر اعملها ازاي؟ يعني بالظبط كده، هروح جاي هنا مديله ماينس، يعني انا هعمل كده هتلاقيه سحبها من الجروب. بالنسبه للاذرز نفس الكلام. يعني مثلا هاجي هنا راح قايل له الاو مثلا اديله يا عم كمان اكسكيوت ملف اخضر، خد بالك ماينس ليه كده بالشكل ده. هتلاقي الاذر، بص الجروب فاضيه ازاي اهو اللي هم في النص دول، وهتلاقي هنا الريد والرايت والاكسكيوت بالنسبه لليوزرز اتنفذوا. طيب لو احنا بقى بنتكلم على فولدر، خد بالك الكلام اللي انا بقول لك ده يتنفذ على الفولدر ويتنفذ على الدايركتوري، ولكن الدايركتوري شكله مش هيخضر يعني، علشان الدايركتوري مش بيشتغل كبرنامج، مش هيشتغل كسكريبت. طيب لو انا عايز انفذ الكلام ده بالنسبه مثلا لايه، يعني تعالى نشتغل على الدايركتوري ده. بص صلاحياته عامله ازاي. تعالى نسحب منه كل الصلاحيات الاول، يعني نقول له سودو تشينج مود a ماينس ريد رايت اكسكيوت للدايركتوري، ونيجي نعمل ال اس ماينس ال ايه داير، هتلاقي ايه ده. طبعا مش هينفع ان انا اعمل ليه، لان انا سحبت الصلاحيات فمش هينفع اعمل له ريد. دي نقطه مهمه على فكره قوي، يعني لو جيت بس عملت كده طبعا نفع، لا ما نفعش والله ما نفعش. ثواني لو جيت مثلا عملت ال اس ماينس ال ايه، هتلاقي الدايركتوري ده هو مكتوب لي دي اللي هو ده دايركتوري بس، انما مش عليه اي صلاحيات. فانا لما اجي مثلا اقول له ال اس ماينس ال ايه دايركتوري وريني اللي جوه الملف ده، يقول لي بيرميشن ديناي. انت مين عشان تعمل ريد على الدايركتوري او تفر الملفات اللي فيه؟ مش هينفع طبعا، حتى لو الملك بتاعه وطبعا احنا مغيرين الملك بتاعه يعني اسمه عبد الرحمن كمان. خلينا بس نرجع لانه تاني سودو، هي مش تفرق في حاجه، ولكن مش عارف يعني، خلينا نرجع مش هنخسر حاجه. دايركتوري اسمه نسيب ايه دايركتوري برضو،
اتغيرت. طيب النقطة اللي أنا عايز اتكلم عليها اللي هي نقطة الريكيرسيفلي، ان انا مثلا لما اجي اقول له شايف ال شايف الدايركتوري ده، يعني احنا دخلنا جوه الدايركتوري ده يا عم سودو سي دي دايركتوري، برضو طبعا معلوش صلاحيات، فاحنا الدنيا رايحة في داهية. طيب انا دلوقتي لو جيت قلت له change mode minus r a plus read write execute new او directory بالشكل ده، دي معناها ايه؟ دي لو جينا عملنا ls minus لا هنلاقي ان الدايركتوري ده اللي تاخد بالك عليه باك جراوند خضرا كده عشان تبقى واخد اكسكيوت. طيب هو ده مش معناه ان هو يتنفذ كسكريبت، يعني لو جيت عملت له مثلا باش دايركتوري يعني يقول لك ده دايركتوري، انت ما تهزرش يعني، انت فاهم؟ ده الاخضر ده بيطبق على الملفات اللي جواه نفسها، يعني ان هي سكريبتات. ما علينا، هو دلوقتي واخد كل الصلاحيات. لو انا جيت عملت الار دي معناه ايه؟ معناه ان انا لو في ملف كان موجود جوه الدايركتوري ده قبل ما انا انفذ الامر ده هياخد نفس الصلاحيات. يعني مثلا تعالى ندخل في الدايركتوري ده كده ونروح عاملين تاتش فايل مثلا، نيجي نعمل ايه اسمه ماينس واخد بالك صلاحياته عاديه خالص. طب تعالى نروح مثلا طالعين لبره ونروح عاملين الامر ده كده نعمل له ماينس كده بالشكل ده، ونيجي نرجعها تاني. هتقول لي انت بتعمل كده ليه؟ اقول لك عشان الصلاحيات دي انا طبقتها قبل ما اعمل الملف، فهي ما اتطبقتش على الملف. لو جينا دخلنا بقى للفايل تاني، لا سي دي دايركتوري ls minus هتلاقي ان الفايل اخضر وخد صلاحيات او صلاحيات مش عارف صراحه، بس ما علينا، يعني خد صلاحيات الدايركتوري نفسه. يعني لو جينا طلعنا كده وجيت مش عارف ايه، هنلاقي الدايركتوري نفسه اخضر واخد نفس الصلاحيات. الخلاصه الكلام ده كله ان انت لو عندك دايركتوري، ده بالنسبه للدايركتوري، لو عندك دايركتوري جواه ملفات وجيت نفذت عليه امر معين، مش الامر ده بس اللي هيتطبق، انا ممكن الاوامر اللي نفذناها قبل كده سواء نيوميريك او ايا كان هتطبق على الملفات اللي جوه الدايركتوري اللي انت نفذت عليه الامر، وده معناها ريكيرسيف او نفذ لي ده على اللي جواه. خلاص. طيب عندنا بقى حاجه، ده بالنسبه للملكيه، يعني احنا كده تقريبا خلصنا الحاجات المهمه يعني، ولكن في حاجات برضو ايه يعني، حاجات كده. عندنا حاجه اسمها الاس يو اي دي والجي يو اي دي. ايه دول بقى؟ يعني بالمناسبه دي بتاخد 4 ودي بتاخد 2 في الطريقه النيوميريك، وعندنا حاجه اسمها الستيكريت دي برضو ايه بتاخد 1. خلاص زي ريد ورايت والاكسكيوت كده. بالنسبه للاثنين دول، فدول الاس يو اي دي والجي يو اي دي، وواضح ان دي بالنسبه لليوزر سبيشال يوزر اي دي تقريبا، حاجه زي كده، وجروب مش عارف مش فاكر الاختصار يعني، ما علينا. دي على مستوى الجروب وده على مستوى اليوزر. دي سبيشال بيرميشن بقدر ان انا انفذه على ملف معين بحيث ان اي حد يقدر ياكسسه. طب ازاي يعني؟ ازاي مش ازاي اعملها، ازاي الموضوع ده بيتم؟ نيجي مثلا تعالى نيجي نعمل سودو او بلاش سودو سودو ال اس ماينس لملف اسمه يوزر بن باسورد. لو جيت على الملف ده في حاجه هنا في البرميشنز احنا ما شفناش واحنا بنشرح، ايه هي؟ الاس هو واخد اس يو اي دي، الملف ده مملوك للروت، والجروب بتاعه روت. طب ايه الملف ده اصلا، او انت عايز توصل لي الملف ده؟ بيتخزن فيه الباسورد ده، او لما انا باجي، مش انا لما اجي اغير باسورد بكتب كده وبغير الباسورد بغيرها، ايه السكريبت اللي انا بشغله علشان خاطر يغير لي الملف؟ شايف الامر ده هو السكريبت ده او الملف اللي موجود في المسار ده. يعني الملف ده حساس ومش اي حد يبقى له ملكيه عليه او صلاحيه عليه او يقدر انه يعمل فيه اي حاجه. طب ازاي ان انا بقدر ان انا اغير الباسورد لنفسي وانا مش روت؟ عن طريق ان انا باخد تفويض اللي هو الاس ده، حاجه كده زي صلاحيات السودو، بس صلاحيات السودو بتبقى مطلقه، انما الاس دي بديل للاكسكيوشن. يعني انت مثلا لما بتيجي تاخد صلاحيات السودو بتقدر انت تعمل اي حاجه،
او على حسب متحدد لك يعني. انما الاس دي او الاس يو اي دي معناها انت هتعمل اكسكيوشن على ملف معين. يا رب تكون واضحه. خلاص، وده بيتعمل بالنسبه للملفات اللي هي الملفات الحساسه يعني. طيب، ازاي ان انا اقدر ان انا اعمل الكلام ده كله؟ عن طريق ان انا مثلا طبعا خلينا نمسح دول عشان الدنيا تبقى اوضح. ثواني كده بالشكل ده، ونيجي نعمل مثلا تاتش فايل ايه، هنلاقي ان الفايل ده واخد البرميشنز الطبيعيه عادي، ريد ورايت لليوزر، مش عارف ريد ورايت، ريد بس للاذرز. طيب ازاي انا افعل الاس يو اي دي؟ طبعا نفس الكلام بيطبق على الجي يو اي دي بس على مستوى الجروب. يعني هي الفكره واحده، ولكن ده يوزر وده جروب، دي 4 ودي 2، او الاس يو اي دي 4 والجي يو اي دي 2. طيب ازاي انا بعملها؟ بروح قايل له سودو تشينج مود، وبروح بقول له والله بص، بالنسبه لليوزر زود لي الاس، بالنسبه او ادي لي الاس يو اي دي يعني. وبروح جاي على كاتب له اسم الملف عادي كده بالشكل ده. لو تاخد بالك هيروح مديك الاس دي بتبقى كابيتال. انا مش عارف الحقيقه هي ليه كابيتال، يمكن عشان مش واخده صلاحيات مش واخده اكس مثلا. ثواني، طب سودو تشينج مود، او خلينا مثلا نعمل حاجه تاني. بعدين بنجرب مع بعض يعني، في غلطات بتظهر في النص كده بس مش مشكله يعني. سودو تشينج مود، ونقول له مثلا بالنسبه لليوزر اديله اكس. نيجي نشوف، تمام خد اكس. تعالى بقى نقول له سودو تشينج مود، ونقول له بالنسبة لليوزر اديله صلاحيات الاس يو اي دي. بقت اس سمول بالفعل. هو الاس بقت سمول ليه؟ لان هو ما كانش واخد صلاحيات الاكسكيوشن. يعني احنا الباسورد فايل اللي احنا شفناه من شويه ده، الملف ده اكسكيوتابل واخد صلاحيات الاكس. طب الاكس مش مكتوبه ليه؟ انا مستبدلها باس. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هو ماشي هيتنفذ وكل حاجه، واقدر ان انا اعمل له باش واشغله كل حاجه، بس يعني يعتبر ملف حساس. حتى هو يعني اعمل لك عليه انديكيت احمر او باك جراوند حمراء كده، معناه ان الملف ده حساس ولازم ان هو يستخدم بشكل معين. وده ما بيطبقش غير على الملفات اللي هي الحساسه في النظام، يعني زي الملف اللي هو بيغير الباسوردات، اللي هو الباسورد الكلام ده كله. طيب ازاي ان انا اديها على مستوى الجروب؟ بروح جاي هنا واقول له جي، نيجي نعمل ايه اسمه نسال ايه، هتلاقي هنا في اس. طبعا اس كابيتال ليه؟ علشان خاطر مش اكسكيوتابل، ما اديناش صلاحيه الاكس، هنديله بس صلاحيه الاكس هتبقى اس سمول والكلام ده كله. طيب ده برضو ما السطر ده معناه ايه؟ تاني معناه ان اليوزر ده الفايل ده مملوك لليوزر ده ومملوك للجروب ده، ولكن اي جروب تاني عايز ان هو ينفذ السكريبت ده وهو مش في الجروب ده، يقدر ان هو ينفذه بدون تفويض بكده. وطبعا ده ما بيتنفذش على كل يعني ما بيطبقش على كل الملفات يعني، لازم يبقى موضوع ضروري. وده المالك بتاع اليوزر، ولكن انا مديله الاس هنا، بمعنى ان اي يوزر تاني يعني لو جه يوزر مثلا اسمه عبد الرحمن ده، جه ان هو حب ان هو ينفذ السكريبت ده، هينفذه عشان واخد اس يو اي دي. خلاص. طيب احنا دلوقتي نسيت ان انا برضو اقول حاجه. احنا لو جينا سحبنا دي كده، او بلاش دي، خلينا في ماينس كده. احنا طبعا سحبناها منها، المفروض الاس تتشال من هنا، رجعت اكس عاديه خالص. طبعا اللون اتغير من عليها لان هو واخدها بالنسبه للجروب بس. فانا لو عايز ان انا اعملها بشكل نيوميريك، بعملها ازاي؟ بروح قال له والله تشينج مود، وبروح كاتب له مثلا يعني مثلا انا عايز ادي الملف ده اخليه ريد بس. بروح قايل له مثلا يعني 4 بالشكل ده. ده معناه ايه؟
معناه شايف دي خاصه بالاس يو اي دي او الجي يو اي دي، وبروح جاي طبعا اربعه، لان احنا اللي قلنا الاس يو اي دي بتاخد اربعه، انما الجي يو اي دي بتاخد اتنين. يعني لو عايز اغيرها ثواني اروح كاتب له كده، انما انا عايز اغير الاس يو اي دي. الاربعه دي معناها ريد لليوزر، دي ريد للجروب، ريد للاذرز. نيجي نعمل الاس ماينس ال اي على الفايل، هتلاقيه ان هو اولا ريد بس اهي 3 ريد اهي، والاس رجع الكابيتال عشان انا مش مديله اكسكيوشن بيرميشن او صلاحيات التنفيذ. طيب ايه هي بقى الستيكي بت اللي احنا بنقول عليها دي، اللي هي بتاخد واحد، ولكن انا اقدر ان انا انفذها خلينا مثلا نشيل sudo change mode يو ماينس اس فايل كده، الملف رجع زي ما كان تاني. الستيكي بيت دي، الستيكي دي اللي هي حاجه بتلزق، فدي معناها ايه؟ معناها ان الملف ده بيبقى محصن ضد ان هو يتمسح، ولكن ده كان في النسخ القديمه، يعني الاول كان ما كانش بيتمسح خالص، دلوقتي بقى بيتمسح عادي، ولكن برضو ايه نقولها مفيش مشكله. بالنسبه للفايل، بالنسبه للفايل تكست عادي، فهو الفكره بس ان انت لما بتيجي تمسحه ما بيتمسحش على طول، بيديك رساله تاكيد. اما بالنسبه للدايركتوري ما بيخليش حد تاني يجي يمسحه، يعني انت مثلا الدايركتوري ده بتاعك انت، ففي يوزر تاني جه حاول يمسحه مش هيتمسح. احنا تعالى نجربها اهو. الاول المفروض يعني هيديني اهي بتبقى موجوده اهي، التي دي معناها اللي هي الستيكي بت دي. فلما لو انا جيت عملت له ريموف فايل، المفروض ان هو كان بيحذفه على طول، لا هنا يروح قال لك احذفه، اللي هو زي بيديك يس ونو كده في الويندوز والحاجات دي. فانت عشان تحذفه ممكن تقول له نو وممكن تقول لي يس. لو دوست يس هيتمسح عادي، لكن مش عايز احذفه عشان خاطر انا بطبق عليه الشغل يعني. خلاص. عندنا حاجه اخيره، الا وهي حاجه ليها علاقه بالسبيشال بيرميشن برضو، بس فليكسبل شويه. يعني ايه فليكسبل شويه؟ يعني احنا مثلا لما اتكلمنا على الاس يو اي دي والجي يو اي دي، قلنا ايه؟ قلنا ان انا بدي هنا صلاحيات لكل الناس اللي على السيستم. طب انا بتكلم بقى غير اليوزر والجروب المالكين نفسهم، ان هم ينفذوا الامر معين، وبعمل نفس الكلام بالنسبه للجروب. طب ده مش عملي، انا عايز ادي امر لفلان لحد معين، اعملها ازاي؟ عن طريق تول اسمها سيت فاسل. خلاص. طيب احنا دي صلاحيات الملف اللي عندنا اهو. خلينا بس نشيل الستيكي بيت دي مش ناقصه يعني تقعد ترخم علينا. تشينج مود ونقول له ماينس تي فايل، تتشال عادي، تتشال عادي. طيب انا دلوقتي عندي عندي الملف ده، عايز ادي صلاحيات معينه ليوزر اسمه عبد الرحمن مثلا. اعملها ازاي؟ هكتب الامر وبعدين اقول يعني اروح كاتب هنا اسم اليوزر، الصلاحيات اللي انا عايزها، واروح كاتب هنا اسم الفايل. طيب بنعمل ايه؟ سيت فاسل دي او سيت، هي المفروض يعني الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، احنا هنتكلم على السيت فاسل والجيت فاسل، المفروض اسمها اي سي ال يعني، اللي هي الاكسس كنترول ليست يعني، بس احنا بنقول سيت فاسل دي تسهيلا عشان تلزق في دماغك زي الاستيكي كده تفضل فاكرها يعني. نشرح بقى السطر. بنكتب الامر بتاعنا وماينس ام اللي هي ايه؟ موديفاي. طيب انا هعدل على مستوى اليوزر، دبل دوت، وبروح مديله اسم اليوزر اللي انا عايز اديله صلاحيات معينه. طب ايه هي الصلاحيات المعينه؟ عايز اديله ريد ورايت واكسكيوت بالنسبه لاني فايل، بالنسبه للفايل ده. طيب دوس يا عم انتر. مش هاجي اعمل بقى الاس ماينس ال والجو ده، خلاص بقى يعني احنا دلوقتي بنشتغل على مستوى ادفانسد شويه، فباجي اقول له جيت فاسل بالشكل ده واروح مديله اسم الفايل. طيب نيجي بقى بالراحه كده. قال لك والله الفايل اسمه فايل عادي، يعني هم شبه بعض لان الملف اسمه فايل. طيب اليوزر الاونر اسمه نانو، والجروب اسمه نانو. اليوزر العادي واخد صلاحيات ريد، والجروب واخد صلاحيات ريد، مالكش دعوه بالماسك دلوقتي مش هنتكلم عليها. والاذر واخد صلاحيات الار. بس في ناس سبيشال يوزر اسمه عبد الرحمن واخد ريد رايت اكسكيوت، اذا هو يقدر ان هو ياكسس الملف ده. خلاص. ده بالنسبه للسيت فاسل. طيب اقدر ان انا اعملها بالنسبه لفولدر؟ طبعا تقدر تعملها بالنسبه لفولدر. طبعا احنا ما عندناش فولدر هنا، خلينا نعمل فولدر عادي. ميك داير دايركتوري بالشكل ده، الاس تمام. نقول له سودو سيت
اس اد هنقول له بقى ماينس ار. ماينس ار دي اللي هي الايه؟ الريكيرسيف. شرحناها بقى 50 مره، مش هنقولها تاني. هنقول له هنا عبد الرحمن كده، ونقول له مثلا اديله يا عم صلاحيات ريد ورايت بس على دايركتوري، ونيجي نعمل جيت فاسل على دايركتوري ده. هتلاقي ان هو نفس الكلام، الفايل بتاعه اسمه دايركتوري. هو هنا مقسمها زي كلاس او خانات يعني، ارفف كده. الفايل اسمه دايركتوري، اليوزر مش عارف الاونر اسمه كذا، الجروب اسمه كذا. دي صلاحيات اليوزر العادي، ودي صلاحيات الجروب، ودي صلاحيات الاذر. في بقى سبيشال يوزر اسمه عبد الرحمن واخد ريد ورايت، وحاطط لك مكان الاكسكيوشن ايه؟ هايفن او شرطه ان هي مش موجوده. خلاص. طيب ماذا لو انا عايز احذف ال آه، لو عايز احذف مثلا البرميشنز دي اللي انا اديتها بالسيت فاسل من يوزر معين؟ لان احنا مثلا اليوزر اللي اسمه الفايل اللي اسمه فايل ده ادينا سبيشال بيرميشن بالنسبه لعبد الرحمن ده. ازاي ان انا احذف منه البرميشنز دي؟ والله بقول له سيت فاسل، وبقول له ماينس اكس يوزر، وبكتب له اسم اليوزر، اكتب له فايل. اجي اقول له جيت فاسل فايل، هتيجي هنا مش هتلاقي عبد الرحمن. ماذا لو انا عايز احذف كل، يعني انا مثلا الفايل ده مش مدي بقى صلاحيات لعبد الرحمن بس، مدي عبد الرحمن وعلي واحمد ومحمود وابراهيم وكده. ازاي ان انا احذف كل ده مره واحده؟ يعني مش هقعد اكتب ماينس اكس لكل يوزر، فبروح كاتب سيت فاسل بالشكل ده ماينس بي للفايل، واروح داس انتر، بيطير كل طبعا هو هنا ما جابش ايرور، اذا هو شغال، ولكن عشان انا مش مدي اي صلاحيات فاحنا مش هنلاقي حاجه، يعني مش هنلاقي فرق. حاجه بسيطه حابب ان اضيفها كمان، ازاي اعمل الموضوع على مستوى الجروب برضو. هو الموضوع مش بالنسبه لليوزر بس، بروح كاتب هنا ماينس ام جي مثلا جروب الاي تي، ادي لجروب الاي تي ريد رايت اكسكيوت، بتوع الاي تي احسن ناس يعني. واروح كاتب هنا فايل، فبروح كاتب جيت فاسل فايل. هتلاقي هنا مش كاتب لك بقى يوزر زي ما كان مكتوب، يعني هنا كاتب لك يوزر وجدك قال لك ده خد بالك ده في يوزر اسمه كذا واخد صلاحيات كذا. انما هنا قال لك في جروب، هو طبعا ده الديفولت عادي يعني. دي اللي دي شايف دول كنا بنجيبهم بالايه؟ بالال اس ماينس ال اي والكلام ده كله، ولكن اللي في النص دي اللي الشغل اللي احنا عملناه اللي هو ده. فبيقول لك والله في جروب اسمه اي تي واخد ريد ورايت واكسكيوت. لو جيت حبيت ان انا احذف الكلام ده كله، بروح اعمل مثلا كده. لو جيت قلت له جيت فاسل فايل، مش هنلاقي اي حاجه. فاحنا كده يعتبر خلصنا شابتر طويل قوي اللي هو اليوزرز اند جروبس مانجمنت. يعني حاولت ان اشرحه على اكمل وجه يعني، وما انساش حاجه، جمعت في كل المعلومات اللي ممكن تبقى مفيده ليك. ف لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وسلام عليكم، اشوفكم في الفيديو.